السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة مع بعض وصفات التوفير، وصفات اللانش بوكس المدارس على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يخلي لكم أولادكم جميعا وتفرحوا بيهم وتشوفوهم في أتم الصحة وأسعد حال. هنعملها كده بدون أي مواد حافظة، بدون منكهات أو ألوان صناعية، حاجة كده مغذية عاملاها بإيديك الحلوين في البيت. هنعمل بانيه الشركات او ناجتس الفراخ. هنعمل القرص الطريه او البريوش بعجينه هشه زي السحابه. هنعمل مربى الجزر ومربى التين. هنعمل الحلاوه الطحينيه. وصفات جميله تقضيكي كده حوالي 3 شهور. يلا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه يا بنات هنعمل بانيه الشركات او ناجتس الفراخ. معايا 2 كيلو الا ربع من صدور الفراخ. غسلها كويس جدا بملح ودقيق وليمون. وفي الاخر كده بغسلها بنص معلقه كده من الطحينه بتضيع اي زفاره. شطفتها كويس جدا جدا وبعدين حطيتها في المصفى تتصفى. وبعدين هبدا ان انا اقطعها مكعبات صغيره بالشكل ده علشان تسهل عليا الضرب في الكبه. وكمان بنستبعد الخل في غسيل اي طيور يا بنات علشان الخل بيثبت الزفاره. قطعها بالشكل ده، وكمان بتاكد ان ما فيهاش اي قطعه من العظم علشان الصدور تبقى احيانا كده فيها حتت صغيره من العظم. تخلي بالك علشان طبعا حفاظا على الكبه بتاعتك. هنحضر بقى التوابل بتاعتنا: معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البصل البودر، معلقه كبيره من البابريكا المدخنه او العاديه، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود. ومعايا 2 كده كيس من الفيجيتار، واحد حار وواحد بارد. ومعايا 4 اكياس من مرقه الدجاج الفوريه اللي هي البودر. ومعايا طبعا بيكنج باودر، ومعايا بطين. هبدأ بقى احط الكمية، نص الكمية بتاعة الفراخ، وانزل بنص الكمية بتاعة التوابل بتاعتي اللي هي الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا المدخنة والفلفل الاسود. وكمان هحط كيسين من مرقة الدجاج. انا بحب اجيبها يا بنات الاكياس دي، مش بحب اجيبها السايبة، يعني بحسها كده ان هي ايه مضمونة اكتر من السايبة بصراحة. الكيس يا بنات بيعادل كده معلقة من بتاعة الشاي. تمام، يبقى انا حطيت كده على نص كميه الفراخ معلقتين من بتوع الشاي كده من مرقه الدجاج، وحطيت الكيس من الفيجيتار، ونص معلقه كده من البيكنج باودر، ومعلقه من الملح والبيضه. تمام، وهنضرب بقى كويس جدا لحد ما يبقى القوام بتاعها كده عامل زي العجينه، ويبقى قوامها طري كده مفيهوش ولا قطعه فراخ، وتبقى كلها دايبه ببعضها كده بالشكل ده. شايفين بقى لونها يا بنات اللون بتاعها عامل ازاي؟ ده علشان كيس الفيجيتار انا حطاه حار، لما نحط بقى الكيس الفيجيتار البارد هتلاقوا اللون فاتح اكتر من كده بكتير. هوريكم الفرق دلوقتي. هننزل بقى بنص الكمية التاني من الفراخ، وبعدين هننزل بباقي التوابل بتاعتنا: توم البودر والبصل البودر والبابريكا المدخنة. البابريكا المدخنة بجد بتديها طعم خطير. إيه لو عندك عادية مفيش مشكلة. وهنحط معلقة من الملح، وهننزل بيه كيسين من مرقة الدجاج والكيس الفيجيتار البارد، وهحط البيضة بتاعتي. تمام، وبعد كده هنضرب بقى ضرب كويس جدا جدا. ما ننساش معلقة البيكنج باودر. بعد كده هنضرب بقى كويس جدا جدا. وكمان ما ننساش نريح الكبة من وقت للتاني. هي الكبة بتاعتي دي يا بنات يلا ما بتسخن بتقف لوحدها، بتريح كده لوحدها لما بتسخن، وببدأ ان انا اشغلها تاني. تمام. هبدأ بقى بصوا القوام بتاعها عامل ازاي واللون. الفرق بين اللون اللي هو اللي انا حاطه عليه الفيجيتار الحار وده الفيجيتار البارد. تمام. هبدأ بقى اخلط المقادير دي كلها مع بعضها بعد ما احط بقى 3 معالق كده حلوين من البقسماط، و3 معالق من اللبن البودر، ودولت اختياري. انا كنت عاملاها قبل كده معاكم وكانت طالعه زي القمر من غيرهم خالص. انا حطاهم كده علشان القوام يظبطوا لي القوام مش اكتر، وكمان التلزيقه بتاعتهم بتاعت الفراخ تروح شويه بسيطه كده، وكمان بتعلي من القيمه الغذائيه. تمام، بس لو انت استغنيت عنهم مفيش اي مشكله. هبدا ان انا اعجن الخليط ده كويس جدا علشان كل الحاجات تدخل في بعضها. وجبت صينيه فردت فيها كيس من اكياس التلاجة، وهبدا بقى اشكل بشويه من الميه كده في بوله ميه عاديه خالص من الحنفيه. ببدا ان انا ابل ايديا وباخد قطعه بقى من الفراخ على قد طبعا لو انت عايزاها اكبر من كده زي ما انت حابه. بس وبصراحه الحجم بتاعها ده حلو قوي. باخد القطعة وبعدين اكورها زي الكورة كده، وبعدين ببدأ ان انا اعملها زي صباع الكفتة، وبعدين ببدأ ان انا اعملها اشكلها بالشكل ده. بتبقى شكل دايرة من فوق، وتاخديها على سحبة من تحت بالشكل ده. طبعا بتبلي ايديكي ميه من وقت للتاني كده علشان السطح بتاعها يبقى كده إيه املس كده ويبقى ناعم، وتبقى كلها مسويه ببعضها. شايفين؟ بجد تحفة، حاجة نظيفة عاملاها بإيديكي، واثقة من الحاجات اللي انت حطاها. مفيش أغلى من أولادنا إن احنا نعمل لهم حاجات كده. يعني هم دولت، يعني أقول لكم نور عيوننا، لازم نعمل لهم الحاجات اللي هي تبقى مغذية وفي نفس الوقت مضمونة ونظيفة.
خلاص عملت الطبقة التانية بنفس الطريقة، وبعدين هفرك كيس تلاجة هعمل الطبقة التالتة. بسم الله ما شاء الله. ال2 كيلو الا ربع عاملين لك كمية، لو انت بتشتريها من بره يعني هتجيبيها بكام مش عارفة يعني الأسعار نار، وكمان مش هتبقى بالنظافة اللي انت عاملاها في البيت. دي تالت طبقة بالشكل ده. بعد كده هاخد بقى الصينية بتاعته واحطها في الفريزر حوالي كده ساعتين، عايزاها تتماسك معايا وتجمد شويه كده. وما تنسيش كمان تغطيها لازم قبل ما تحطها في الفريزر بكيس كده من اكياس التلاجة. هنا بقى معايا الكريسبي ده، بيجي من عند اي عطار يا بنات، او بيجي من اي هايبر او سوبر ماركت. انا جايبه النوع بتاعه ابو عوف، نوعه جميل جدا جدا. لو هو خشن انا لقيت فيه ناعم كتير، علشان كده انا ما ضربتش نصه في الكبه. لو هو كله خشن ابداي ان انت خدي شويه، نص الكميه كده اضربها في الكبه نعميها، والنص التاني يبقى خشن، واخلطوهم على بعض. وابداي ان انت بقى ايه، جبت بوله فيها ميه، بدات ان انا اخد البانيه بتاعي نزلت في الميه، وبعد ما بقى احطه في الميه بطلعه بشوكه كده اصفيه من الميه تماما، وبعد كده بحطه في الكريسبي. ببدأ بقى أغلفه كده واضغط عليه بالراحة كده في الكريسبي، وبعدين بحطه في الطبق اللي هو الفويل ده. أنا حاطة فيه كيس من أكياس التلاجة، ببدأ إن أنا أرص فيه علشان هبدأ إن أنا أفرزه في الفريزر. بصوا باخد القطعة بحطها في المية، ومن المية على الكريسبي. عايزة تعمليها بقسماط هتبقى جميلة جدا، بس بصراحة الكريسبي بيديها طعم خطير عن البقسماط. عملتها مرة بالبقسماط بس ما كانتش عاجباني قوي زي الكريسبي. بس بتاخديها كده، وبعد ما تخلصي بقى اول 4 كده في الطبق بتروحي جايه حاطه كيس من اكياس التلاجة كده فاصل، وبتعملي الطبقه التانية بالشكل ده. تمام، هنخلص الكميه كلها بهذه الطريقه. كل طبق كده هياخد بتاع 8 قطع. طبعا لو انت بتشتريها من بره غاليه جدا. عايزه اقول لك بقى يا بنات، طبعا واحنا بنحطه في الميه البانيه في الميه وبتحطيها في الكريسبي بتلاقي كده زي تكتلات كده. ابداي ان انت تضربيه في الكبه عادي خالص. خدته ضربته في الكبه علشان يبقى ما فيهوش اي تكتلات، وبدات ان انا كملت بقيه الكميه. بسم الله ما شاء الله، كميه جميله جدا. هبدا بقى اغلفها بالبلاستيك راب او الاسترتش بالشكل ده. لازم تلفيها كده لفتين 3 علشان طبعا لما تحطيه في الفريزر ما يكرفش اي ريحه، او يلقط اي ريحه من الاكل يعني. طبعا لما بنحطه في الدرج بيبقى ليه درج مخصوص للحاجات دي. تمام، يعني ما بتحطوش مع حاجات لها ريحه. هبدا بقى ان انا اخد الشويه دول كده اروح احمرهم، نشوف بقى ايه الجمال، ونشوف كمان قد ايه ان هو كده مقرمش من بره، وبجد تحفه طعمه خطير. هبدأ بقى حطيت الزيت بعد ما يسخن، نزلت بيه البانيه بتاعي، وطبعا الزيت بيبقى لازم ساخن. وابدأ ان انا اقلبه مرتين 3 كده على كل ناحية، وبعدين بطلعه بالشكل ده. والنار تبقى متوسطة علشان طبعا البانيه يستوي من جوه. لو هي عالية البانيه هياخد لون من بره، ومن جوه هيبقى لسه كده طري شوية. فلازم كده النار تبقى تحت فوق المتوسطة بشوية كده. خلصت الكمية كلها، وبصوا سامعين القرمشة بجد تحفة وطعمه خطير. ده بقى لما اتعمل بقى سندوتشات لأولادنا كده في المدرسة، ولا أطعم ولا أجمل، وكمان ولا أنضف. حاجة كده جميلة وبألف هنا. الوصفة التانية بقى اللي هي القرص أو البريوش. عجينة عجينة يا بنات، بجد بجد تحفة. شايفين طري وهش وكل الغذاء فيه. يعني هقول لكم هنحط فيه ايه دلوقتي. معايا كده كوبايه من الدقيق منخوله كويس، وحطيت عليها معلقه من الخميره. انا حطيت معلقه تانية على فكره يا بنات، يعني معلقتين من الخميره. حطيت عليها كوبايه الا ربع من الميه، وبعد كده هنقلب بقى بالمضرب اليدوي او بمعلقه او بشوكه اي حاجه. هنقلب لحد ما الدقيق كده يختفي تماما هو والخميره، وبعدين هنغطيه ببلاستيك راب او بسترتش، وبعدين بنحطه كده اقل حاجه ساعتين 3. ويستحسن من بالليل لحد الصبح. كانت ماما الله يرحمها كانت تقول لنا ربوا الخميره. ربوا الخميره يعني ايه؟ يعني نعملوا الخطوه دي، ناخد كوبايه دي كده على معلقتين من الخميره بشويه ميه من الحنفيه عادي خالص، او حتى ميه فتره، وبنقلبها وبنسيبها من بالليل لحد الصبح نصحى نعجن بيها. بعد كده يا بنات بقى انا خدت باقي الكيس بتاع الدقيق، انا خدت منه كوبايه عملت بيها البولش، هو ده اللي اسمه البولش بتاع الافران. وخدت بقيه الكيس بقى حطيته في البوله بتاعتي، نخلته كويس، وحطيت عليه نص معلقه من الملح، ومعلقه كده ممسوحه من البيكنج باودر. وحطيت عليه كوبايه من الزبيب، واربع معالق كبار هرميين كده من السكر. ونزلت بالبولش بتاعي او الخميره اللي هي متربيه تربيه الخميره. تمام. بعدين بقى هنقلب كويس، وبعدين هننزل عليها بأربع بيضات. مش هنزل بالأربع بيضات كلهم، هنزل باتنين بيضة كده بالشكل كاملين، وبعدين هنزل ببياض بطين التانيين. البطين التانيين هاخد الصفار بتاعهم احطهم في بولة واستخدمهم دلوقتي. هقول لكم الايه.
انا خدت كده بيضتين والبياض بتاع الاتنين بيضة التانيين، وهاخد الصفار بفصل البيض عن الصفار بالشكل ده. هناخده بقى اشيله دلوقتي على جنب كده، هنحتاجه دلوقتي. حطيت عليه كيسين من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل. الخل بيفتح لون العجينة وبيخليها تحفة وهشة وبتبقى جميلة جدا. نزلت عليها بنص كوباية من الزيت، ما يعادل 100 جرام. قلبت ده كله وبعدين هعجن بقى بمية عادية، مية فترة او حليب. لو انت حابه تعجنها بحليب زي ما انت عايزه. بص بقى العجينه بتاعتنا فيها ايه. فيها زبيب وفيها زيت وفيها زبده، هنحط الزبده دلوقتي، وفيها فيها ايه تاني، ولو عايزه تعجني بلبن هيبقى فيها لبن. عجينه مغذيه وطريه وزي القمر بجد. هنعجن كويس جدا وبعدين هنبدأ ان احنا بقى ايه من وقت للتاني ناخد كده حبة صغيرين من المية في ايدينا كده، حوالي نص معلقة صغيرة، ونبدأ ان احنا نعجن العجينة كويس جدا جدا. هنا بقى مكعب الزبدة خدته حطيته في طاسة على النار، يا دوبك فكيته بس، يا دوبك ساح بس مش يبقى ساخن ولا حاجة. وبعدين هبدأ ان انا الم بيه العجينة بتاعتي. إيه نسيت اقول لكم يا بنات، بالنسبه البانيه بتاع الشركات انا كنت بعمله في الميه الاول وبعدين الكريسبي، وبعدين ارجعه تاني في الميه وبعدين في الكريسبي مرتين علشان تبقى الطبقه تقيله كده ومليانه. تمام، انا نسيت اقول لكم الخطوه دي. وانا بسجل تبقى الطبقه كده بتاعت الكريسبي حلوه كده ومليانه. بتحطه في الميه وبعدين الكريسبي اغلفه وبعدين ارجعه في الميه تاني. تمام. بصوا بقى العجينه تحفه، طريه وحلوه ومخدومه حلوه قوي، وبجد هشه وزي السحاب هتشوفوها واحنا بنعملها كده، بجد تحفه. هنغطيها بقى ببلاستيك راب وفوطه ونسيبها تخمر بقى ساعه ساعتين ثلاثه لحد ما تخمر معاكي تبقى بالشكل ده. بصوا بقى العجينه طريه مش مكتومه. سبب من اسباب ان يعني المخبوزات بتاعتك تطلع كده هشه وطريه زي السحابه، ان العجينه ما تبقاش مكتومه، تبقى طريه معاكي كده ولينه كده ومش مكتومه. تمام. جبت الصينيه اللي هتدخل الفرن، دهنتها بمسحه من الزيت، وجبت بقى الصفار الاتنين بيضه، ضربتهم بالشوكة أو بمعلقة، اضربهم كويس جدا، وحطيت عليهم معلقة من الخل، معلقة صغيرة من الخل بتضيع ريحة الزفرة بتاعة البيض. تمام. والطبق التاني ده فيه سمسم، لو انت عايزة تحطي حبة البركة على السمسم تخلطوهم مع بعض زي ما انت حابة. عايزة تعملي طبق فيه حبة البركة وطبق فيه سمسم وتعملي كده تنوعي شوية بالحبة البركة وحبة السمسم زي ما انت عايزة. باخد بقى القطعة اللي انت عايزاها حسب ما انت عايزاها كبيرة زي ما انت شايفة كده او صغيرة. ببدأ ان انا يعني ألم العجينة كويس جدا علشان طبعا الزبيب يبقى داخل العجينة، وبحطها في البيض بمعلقة الخل واحطها على السمسم، وبعدين برصها في الصينيه وبغطيها بكيس تلاجة عشان ما تعملش طبقة ناشفة على الوش، وبسيبها تخمر للمرة التانية. بص بعد ما اختمرت للمرة التانية بقت حجمها الضعف وبقت عاملة ازاي. دخلتها فرن بقى ساخن مسبقا بدرجة حرارة 180 على الرف الأوسط، وما ولعتش الشواية خالص، هي سخونية النار من تحت ادتني اللون القمر ده زي ما انتوا شايفين. اول ما تطلع بقى يا بنات انا عايزه اقول لكم، انا غطيتها بفوطه، فوطه مطبخ، بس الاحسن ان انتي ترشيها ببخاخ من الميه. ليه بقى؟ علشان ما تلزقش في الصينيه، لانها طبعا بتبقى سخنه. لما بتكتميها بفوطه، بصوا القعر بتاعها او هي من تحت بتبقى سايبه اثر بسيط كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين. لو انت بقى عاملاها ببخاخ ميه وسايباها منها للهوا كده، مش هتبقى مدياكي اللون اللي في الصينيه دي، ومش هتبقى لازقه معاكي كمان. تمام. العجينة هشة وقطنية وزي السحاب وبجد تحفة. بص بتضغطي عليها بترجع لك تاني زي ما هي. شايفة؟ كمان يا بنات الحجم الكبير ده، عايزة تعملها الحجم الكبير ده، بس انا يعني انصحكم ان انتوا تعملوا الصغير يبقى حلو كده على قد اولادك، وكمان بتبقى يعني ايه تعرفي تحطها في اللانش بوكس. مغذية جدا، فيها سمسم فيها زبيب. السمسم طبعا عارفين فوائده هو، والزبيب والزبدة والدقيق، وطبعا لو انت تعجني بلبن بجد تحفة. شايفين؟ خطيرة. اتمنى تجربوها بجد وتقولي في تعليقاتكم الجميلة. شايفين بقى الصغيرة من جوه هشة جدا زي القطن بجد. التصوير ظالم الصورة بجد، من جوه هشة جدا وبيضة، معلقة الخل مديها بياض جميل جدا مخليها هشة كده وجميلة. طبعا بتحطي بيها في اكياس تلاجة زي ما انت حابه. عايزه تحطي كل اتنين مع بعض، كل تلاتة، كل اربعة، زي ما انت حابه، وبتحطهم في الفريزر. لما بتحبي بقى ولادك رايحين المدارس بتطلعيها قبلها بساعه او بساعتين كده، تحطها على الرخامه عندك، بتبقى كانك لسه عاملاها.
بعد كده يا بنات هنعمل ايه بقى؟ مربة الجزر الخطيرة اللي كلها فوايد. هبدأ معايا كده 3 كيلو من الجزر، غسلتهم غسلة كويسة جدا، وبعدين هبدأ ان انا اقشرها، بشيل الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت، وبعدين ببدأ ان انا اقشرها بالسكينة، باخد طبقة خفيفة جدا او اكحتها بالسكينة زي ما انتم شايفين. لا تكحتيها بالسكينة لا تقشريها، بس وانت بتقشريها بتاخدي طبقة رفيعة خالص، لا تسكر زي ما انتم شايفين. بعد كده هناخد الجزر بتاعنا بقى نغسله حلو جدا تحت الحنفية، وبعدين هنبدأ نبشره بالمبشرة بالعين الواسعة بالشكل ده. طبعا يا بنات احنا في المرحلة دي احنا كنا وازنين الجزر 3 كيلو، كنت جايبة 3 كيلو، بس بعد التقشير طبعا هنوزنه تاني علشان نعرف الكمية قد ايه، علشان نحط كمية السكر المناسبة للجزر. تمام. هبدأ بقى احط كله على بعضه كده شايفين، وبعدين هبدأ ان انا في المرحلة دي حطيته في الطبق الثالث ده، كنت احط عليه السكر بس انا نسيت ان انا اوزنه، قلت اوزنه قدامكم. هنحط الطبق وبعدين نصفر الميزان وهنزل بيه الجزر بتاعي. طلع كام؟ 2 كيلو 310 جرام. هنقول 2 كيلو وربع. تمام، 310 قولوا وربع علشان انا كده كده ما بحبش احط سكر كتير في المربى. هنحط عليهم قد ايه بقى؟ هحط عليهم كيلو من السكر، سكر تموين عادي اهو. الكيس ده أربع كوبايات، 4 كوبايات من المج الشيل عادي. تمام. 4 كوبايات من السكر ما يعادل كيلو من السكر، و310 جرام هنحط لهم كمان كوباية، يبقى أنا حطيت 5 كوبايات من السكر على 2 كيلو و310 جرام، يعني هنقول 2 كيلو وربع. تمام. خلي بالكم يا بنات انا كنت باكل منه وانا بقشره يعني. يعني هو ال3 كيلو ما صفوش على ده بصراحه، انا كل وانا هو مسكر وانا باكل منه. هنا بعد ما غطيته بقى وهنسيبه متغطي ببلاستيك راب كده، يستحسن من بالليل لحد الصبح هتلاقيه نزل كل السوائل، كمية السوائل الجميلة دي كلها. طبعا بنحطه كله بالسكر بتاعه بالسوائل اللي هو نزلها، وبنحطه في الحلة اللي هنحطها على النار، وبنحطها على نار متوسطة. تمام. بعد ما يعدي بقى حوالي نص ساعة كده بنزل عليه بعصير ليمونتين كبار أو 3 صغيرين، وخمس ست وحدات كده من القرنفل اللي هو المسمار. لو انت مش عايزه تحطي قرنفل حطي حته صغيره من عود الخشب بتاع اللي هو القرفه، اللي هي العيدان اللي الخشب القرفه دي، خدي جزء صغير منها. تمام. هنا بقى حطيت البرطمانات بتاعتي في البوتاجاز على الشبكه لمده 10 دقايق كده علشان تتعقم، كنت غسلاها كويس جدا، وحطيت الغطيان بتاعتها في الميه كده ايه برضو تتعقم معايا 10 دقايق برضو، وهطفي عليها. وهنا برضو البرطمانات كانت اتعقمت خلاص، هطفي النار وهسيب البرطمانات في الفرن زي ما هي، مش هطلعها وهي سخنه، حفاظا على ايدك اول حاجه. تاني حاجه علشان لو انت طلعتي البرطمانات سخنه حطيتيها على اي حاجه ساقعه البرطمانات هتفرقع. تمام. انا هقفل عليها الفرن بقى واسيبها براحتها كده لحد ما تبرد تماما، لحد ما اخلص المربى بتاعتي. وكمان خطوه اساسيه كمان ان انت لازم تغطي المربى بتاعت الجزر، لان الجزر بياخد وقت على النار لحد ما يستوي، فالبخار اللي بيطلع من الجزر بيجي على سطح الغطا من تحت. تمام. فبتكون ميه، بيبقى ميه، فالميه دي بننزلها تاني او بتنزل تاني على الجزر، فبتساعد على تسويه الجزر بتاعنا. طب لو كمية الجزر نشف معاكي وما بقاش فيه مية، وكمان لسه ما استواش، هتزوديه نص كوباية مية مغلية، والتانيكي تقلبي باستمرار من وقت للتاني لحد ما يديك القوام ده، وتحسي ان هي بقت ايه، مربى. زي المربى اللي احنا بنشتريها، تقلت كده ولونها اتغير بالشكل ده، وكمان العسل بتاعها تحس ان هو تقل معاكي شويه كده. عايزاه يبقى فيها الصوص بتاعها كتير، زودها كمان شويه ميه وخليها تغلي لحد ما تقعد معاكي جامد جدا، ودي براحتك طبعا. تمام. انا بحبها تكون وسط كده، مش تكون فيها نسبة صوص كتير ولا هي ناشفة قوي، وبجد طالعة خطيرة. لا حاطين فيها مواد حافظة ولا مواد صناعية ولا منكهات طعم ولا الوان صناعية ولا الكلام ده كله، حاجات طبيعية كده عاملينها بايدينا لاولادنا، مفيش اغلى منهم. ربنا يخليهم لكم يا رب، ويحفظ لكم اولادكم جميعا يا رب العالمين. بصوا بقى بجد خطيرة، اتمنى تجربيها بجد وتقولي في تعليقاتكم الجميلة. شايفين اللي يعني بجد مهما اتكلمت عنها تحفة، والحلة طالعة نظيفة كده، وبصوا اللي يعني شكلها اصلا كده يفتح النفس. خلاص كده. بعد كده يا بنات خطوة أساسية برضو، البرطمانات لازم تكون متعقمة طبعا، قفلنا عليها الفرن كده كده هي بردت ومفيهاش نقطة مية، ولكن الغطيان كانت في مية، لازم نتأكد ان الغطيان بتاعتها مفيهاش ولا نقطة مية، ونمسح الغطيان كده من الحرف بتاعها، ونقفل البرطمانات بتاعتنا كويس جدا. بصوا انا بمناديل المطبخ كده مسكت غطا مسحته كويس جدا من جوه، علشان المربى بتاعتك تقعد معاكي فترة طويلة جدا من غير ما يحصل لها اي حاجة، تقعد معاكي من السنة للسنة على في المطبخ عندك على الرخامة كده، مش هيحصل لها اي حاجة.
بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل مربى التين. معايا 3 كيلو من التين، غسلته كويس جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان التين ما بيدعكش كتير علشان هو طبعا طري، يعني مش هيستحمل ان انت تدعكيه قوي. فانا بغسله غسلتين 3، وبعد كده الغسله الثالثه بحطه بقى في بوله فيها ميه ومعلقه خل، واسيبه كده حوالي نص ساعه، وبعدين بشطفه شطفتين 3 لحد ما تشطفه كويس جدا جدا، وسبته يتصفى. وبعدين قطعته كده على 4 أو على 6 زي ما انت حابة. أنا بنحب القطع بتاعتي تين تبقى باينة فيه أوي، يعني أنا فتحته كده على 4. وكمان لو في حتة فيها اللي هي الحرف بتاع التناية ده اقطعيه، اللي هو بيعتبر اللي هو الجزء اللي ماسك الثمرة بتاعت التناية، بتقطعيه برضو، ملهوش أي لازمة. بعد كده حطيت على 3 كيلو تين كيلو من السكر، وقلبته كويس وغطيته ببلاستيك راب، وسبته بقى اقل حاجه برضو ساعتين 3 لحد ما تلاقيه نزل سوائل بالشكل ده، ينزل الميه بتاعته. هحطه بقى في الحله اللي هنحطها على النار، وهحطه على نار متوسطه. النار متوسطه بقى بعد ما يعدي حوالي 10 دقايق هيبدا ان هو يطلع ريم على الوش كده. خطوه اساسيه جدا وضروريه ان انت لازم تشيلي الريم الابيض ده، علشان المربى تقعد معاكي فترة طويلة، وتبقى انت عاملاها صح، وتبقى طبعا طريقتها يعني طعمها حلو كمان. الريم ده كله كل ما يظهر ريم تشيليه، هو كل ما هتشيلي هتلاقيه ظهر تاني لحد ما يختفى تماما. نزلت عليه بخمس ست وحدات كده من القرنفل اللي هو المسمار، او ممكن برضو عود من القرفة صغير خالص، حتة قرفة صغيرة، ونص معلقة صغيرة من ملح الطعام. وقلبت كويس لحد ما المربى بتاعتي عقدت كده وادتني اللون القمر ده، بجد تحفة. اهم حاجة ما تسيبهاش تلسع منك، تقليب كتير من وقت للتاني كده، وكمان على نار هادية علشان تستوي معاكي. تمام. خلاص بعد ما سبتها، يعني انا كمان بعبيها وهي على فكرة كمان بتبقى ايه، مش باردة قوي، يعني هي سخنة لسه سخنة كمان. البرطمانات ناشفة جدا ومعقمة، هبدأ ان انا اعبيها بالشكل ده. شايفين بقى بجد خطيرة والله. يعني مش عايزه اقول لكم، احلى مليون مره من اللي احنا بنشتريها جاهزه، واوفر بكتير. يعني 3 كيلو من التين عمل لي 3 برطمانات، بسم الله ما شاء الله. انا جايبه الكيلو ب 45، وجايبه الجزر الكيلو ب 15. يعني ما كلفناش حاجات كتيره خالص، والقوام بتاعها تحفه ولونها خطير، وطعمها بجد قمر. اتمنى تجربيها. بس كده هنقفل بقى البرطمانات بتاعتنا برضو، ونتأكد ان الغطيان برضو ما فيهاش ولا نقطة مية. تمام. وكمان المعلقة اللي احنا بنغرف بيها المربى لازم تكون ناشفة تماما، ما فيهاش ولا نقطة مية. هنغطي بقى البرطمانات بتاعتنا وهنسيبها كده. عايزة تسيبها على الرخامة عندك، عايزة تحطها في التلاجة براحتك خالص. كده عملت 6 برطمانات من مربى الجزر ومربى التين. اللي على الايد اليمين دي الاصفر قوي، الاصفر شويه ده الجزر، والتاني ده التين. بجد قمر. بعد كده يا بنات هنعمل ايه؟ الحلاوه الطحينيه. معايا كوبايه ونص من اللبن البودر. بعد كده هنحط عليها كوبايه ونص من السكر البودر. بعدين هننزل عليها بكوبايه وربع من الطحينه. الكوبايه دي مش مليانه قوي يا بنات اهيت، هنزل بالكوبايه دي الاول، وبعدين هحط عليها حوالي يعني ايه ربع كوبايه او تلت كوبايه. انا بحبها القوام اللي انتوا شايفينه ده. لو انت عايزاها خشنه، تقطعي القطعه كده تلاقيها فيها خشونه، اللي هي الحلاوه الخشنه كده. هتعملي ايه؟ هتحطي كوبايتين من اللبن البودر، كوبايتين من السكر البودر، كوبايه ونص من الطحينه. تمام. وهنقلب بقى، هنقلب كويس جدا. بصوا انا ده النص وما حطيتوش كله، يعني تحسي ان الكوبايه برضو ما نزلتش كل اللي فيها. تمام. يبقى ببدا بقى ان انا ايه، ابسها. عارفه ان انت بتبسي كحك كده، ببدا ان انا ابسها بصوابع ايديا كده علشان تديني الترميله وتديني كمان الخشونه شويه زي الحلاوه، لحد ما يندمج كل الثلاث مكونات مع بعض. الطحينه 3 حاجات، الحلاوه الطحينيه طحينه وسكر بودر ولبن بودر، لحد ما تمسكيها كده وتضغطي عليها تلاقيها اتكومت، وتسيبيها كده تلاقيها اتفردت معاكي، او ما اتفردتش. لو انت عايزه القوام بتاعها ان هي تسيبيها كده تتفك معاها، تبقى هي تبقى تديكي القوام الخشن. جبت بقى علبة وحطيت فيها كيس من أكياس التلاجة، ودولت كده شوية بندق كانوا عندي. بدأت إن أنا حطيتهم في كيس كده، وبدأت إن أنا دقتهم مدق كفتة، أو حتى دهون قعر كوباية، أي حاجة. المهم كده جرشتهم شوية، وبعدين حطيتهم تحت الحلاوة بالشكل ده، وحطيت الحلاوة فوقيها، وبعدين ضغطت على الحلاوة كبستها كده، وغطيتها بنفس الكيس اللي أنا فرداه في العلبة. هغطيها بقى وأحطها في التلاجة. حطيتها في التلاجة قد إيه؟
يعني حطها من بالليل لحد الصبح عشان تديكي قوام حلو كده وتبقى جمدت معاكي. انا سبتها بتاع 4 ساعات او 5 ساعات. هنا بعد ما فات كده حوالي 5 ساعات هبدأ بقى ان انا اقطعها متماسكة جميلة، ريحتها تحفة، طعمها خطير، بجد بجد في منتهى الجمال وعلى ضمانتي. اي حاجة انا بقول لكم عليها وبقول لكم جربوها ببقى واثقة متأكدة ان هي تعجبكم ان شاء الله وبمقادير مظبوطة جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين. تنوروني وتشرفوني ويبقى شرف ليا وجودكم الجميل في حياتي. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.